حكايات ومؤامرات. حكاية مؤامرتنا النهاردة عن المؤامرة اللي دبرها محمد علي ضد البرديسي. خلينا نشوف. البرديسي بالمناسبة كان كبير المماليك المرادية. المرادية نسبة لمراد بيه. البرديسي تسمى البرديسي لأن هو مسك كشوفية برديس. كشوفية بالمناسبة حاجة زي مدير الأمن كده، وكمان وصل لرتبة السنجوقية. السنجوقية دي يعني الإمارة. ولما الألفي بيك سافر إنجلترا علشان يتحالف مع الإنجليز ضد الفرنسويين، بقى هو كبير المماليك المرادية. البرديسي كل الرتب دي كلها ما كفتوش عشان هو راجل طماع وبيحب الرتب أكتر، وطموحه ملوش سقف، ويحب طبعا الفلوس كتير. فراح قال لك اتحالف مع مين؟ اتحالف مع محمد علي. محمد علي في عداء بينه وبين المماليك، فما كانش بيثق في أي حد منهم. بس هو فكر وقال لك وماله، ده كبير المماليك المرادية، أنا استغله لصالحي واضرب بيه المماليك، وهو أضرب مماليك في مماليك. وفي الآخر بعد ما أخلص من البرديسي. وبعدين اتواصل مع البرديسي وجابه، وتعاهدوا هما الاتنين على الوفاء وعدم الغدر وعدم الخيانة. طبعا أي كلام، لا ده له عهد ولا ده له عهد، ده غدار وده غدار، ده ملوش أمان وده ملوش أمان. محمد علي استغل البرديسي أحسن استغلال لصالحه. عمل إيه محمد علي؟ بعد ما الألفي بيك رجع من إنجلترا، محمد علي استغل البرديسي علشان يعمل فرقة وعزلة ما بين الألفي بيك ومماليكه. مش بس كده، ده كمان استغلوا في حربه ضد الوالي العثماني محمد خسرو باشا وحاربه. والبرديسي أظهر شجاعة في الحرب وحارب بإخلاص، وجاب خسرو باشا أسير لمحمد علي. محمد علي طبعا ثعلب، خد مصلحته بقى، فقال لك خلاص ابتدي اخلص منه، وعلشان اطمنه اكتر اصاحبه. وابتدى يصاحبه وابتدى يديله نصايح ويكلمه كتير، والتواصل ما بينهم بقى عالي. وفي مرة محمد علي اداله نصيحة حلوة. قال له أسرك حصنه بأبراج، وحط في الأبراج دي حراسة ليك علشان أمانك، أنت ما تأمنش غدر المماليك. فراح البرديسي قال لك صحيح، فسمع كلامه وبنى أبراج في قصره. ومحمد علي بقى عمل إيه؟ بعت له حراس من أشرس الحراس بتوع محمد علي، من أشرس جنده، وقال لهم إيه؟ احرسوا البرديسي. حطهم في المكان دون علشان لما تيجي اللحظة المناسبة يضرب ضربته. محمد علي جات له اللحظة المناسبة، راح وزع عليه الجند وقال لهم انتوا رواتبكم متأخرة، ما بيدلكوش رواتب، طالبوه بالرواتب. سمعوا كلامه وراحوا للبرديسي وقالوا عايزين الرواتب. فطبعا ما فيش هزار مع المماليك، لو ما اديتلهمش الفلوس هيخلصوا منه. ما فيش هزار مع الناس دي، لو ما اديتلهمش فلوسهم يخلصوا عليك، كلهم غدارين في بعض. فراح عمل ايه البرديسي؟ فرض ضرائب عالية على الناس علشان يأكل الجند بتوعه. فالناس طبعا اتضايقت من كتر الفلوس اللي هي بتدفعها، وصاروا بقى ونزلوا في مظاهرات وقعدوا يقولوا يا برديسي يا برديسي ايش تاخد من بعد تفليسي. وطبعا مين اللي عجبه الكلام ده؟ عمنا محمد علي، هو اللي حرك المؤامرة دي كلها من بعيد لبعيد. وهنا جت اللحظة، أمر الجنود إن هم يضربوا ضربتهم، بس التاني هرب. بس خلاص هرب وما بقالوش أي سلطة وما بقالوش أي حاجة، وما بقاش منه خطر، ومات في الصعيد لوحده. وبكده تكون خلصنا حكاية مؤامرتنا النهاردة.